تخيل مخرج بيصرف حوالي ربع مليار دولار على فيلم وبيستخدم أكتر من 2 مليون قدم من شريط الفيلم ده، وبيتنقل بقى بطاقم العمل ما بين المغرب واليونان وإيطاليا وأيسلندا واسكتلندا، وبيطور كاميرات آي ماكس مخصوص علشان يصور بيه الفيلم كله، وكل ده علشان يحكي قصة عمرها حوالي 3000 سنة. والأغرب بقى إن النسخة الكاملة من رؤيته ما ينفعش تتشاف إلا في عدد محدود جدا من دور العرض حوالين العالم. إحنا هنا مش بنتكلم عن مخرج بيعمل فيلم، ولكن بنتكلم عن كريستوفر نولان وهو بيحاول يصنع تجربة سينمائية كاملة بشروطه. وبعيدا بقى عن ضجة الآي ماكس وضخامة الإنتاج واسم نولان، هنسأل سؤال: هل فيلم ذا أوديسي فعلا تحفة فنية؟ وهل نجح فعلا ان هو يحول ملحمة هوميروس الى فيلم انساني مؤثر، ولا قدم مغامرة بصرية مبهرة ولكنها اقل عمقا من المتوقع؟ النهارده هنتكلم عن واحد من اهم افلام 2026، ده اوديسي، وده من تأليف واخراج كريستوفر نولان، والمقتبس عن ملحمة هوميروس الشهيرة، بطولة مات ديمون ومعاه توم هالاند وعدد كبير جدا من النجوم. الفيلم مدته ساعتين و52 دقيقة، وتصور بالكامل بكاميرات فيلم آي ماكس في سابقة لفيلم روائي لم تحدث من قبل. هنتكلم الأول بدون حرق عن القصة والإخراج والتمثيل والصورة والموسيقى، وبعدها بقى هنخش في التحليل الكامل مع تنبيه واضح قبل الحرق. الحكاية مش مجرد رحلة رجوع، الأحداث بتبدأ بعد نهاية حرب طروادة. أوديسيوس بيحاول يرجع لمراته بينولبي وابنه تيليماكوس، ولكن رحلة العودة بقى بتتحول إلى سنوات من التيه والوحوش والعقاب الإلهي، بينما مملكته بتدخل في أزمة، وبيبدأ الطماعين في التنافس على الزواج من مراته، وده بعد اعتقادهم إن هو أكيد مات. ولكن الأوديسا مش مجرد رحلة رجوع للبيت، دي رحلة للإنسان نفسه. هل الجندي اللي خرج للحرب هو نفس الشخص اللي هيرجع بعدها ب20 سنة؟ وهل البيت اللي بنحلم بيه بيفضل كده زي ما هو، ولا بيتحول مع الزمن إلى مجرد ذكرى مثالية؟ وده بالظبط النوع من الأسئلة اللي بيعشقه نولان: الزمن والهوية والذنب وتمن القرارات القديمة. علشان كده على الورق ذا أوديسي كانت بتبدو كمشروع مثالي بالنسبة له، ولكن هل لازم تكون انت قريت ملحمة هوميروس؟ الإجابة بصراحة لا. الفيلم بيقدم القصة كمغامرة سينمائية ضخمة، ومش بيشترط خالص إنك تكون عارف النص الأصلي. ولكن بقى لو قريت الملحمة هتلاحظ بسهولة إن نولان اختصر شخصيات وأعاد ترتيب أحداث ودمج عناصر مختلفة علشان تناسب الإيقاع السينمائي، وده طبيعي جدا في أي اقتباس. والسؤال الحقيقي مش إنه هل غير، السؤال هو هل التغيرات دي أضافت للقصة ولا خلتها أبسط وأكثر ميلا للأكشن؟ وده هنرجع له في الجزء بتاع الحرق. التجربة البصرية ومن أول دقيقة واضح جدا إن الفيلم معمول للسينما، حتى لو مش هتشوف نسخة آي ماكس الأصلية حاول تشوفه على أكبر شاشة وأفضل نظام صوت. البحر هنا مش مجرد خلفية، البحر شخصية كاملة، مرة بيبدو بلا نهاية، ومرة تانية بيتحول لسجن، ومرة بتشعر إن هو كائن حي يطارد أوديسيوس. المراكب بتبدو صغيرة جدا قدام الأمواج، والجنود المنتصرة بيتحولوا قدام الطبيعة إلى بشر ضعفاء جدا، وده من أجمل المعاني البصرية في الفيلم. الإنسان قد يهزم جيش كامل، ولكنه قدام البحر والزمن والخوف بيفضل ضعيف. واستخدام المواقع الطبيعية بدل الاعتماد الكامل على المؤثرات الرقمية أعطى الصورة ملمس حقيقي، تحس كده بالصخور وبالمية والملابس وتقل الدروع. وده بيثبت لنا مرة تانية إن المؤثرات العملية لما بتتنفذ صح بتدي للصورة وزن صعب جدا رقميا يتقلد. ولكن هل بقى الآي ماكس خدم القصة؟ الفيلم إنجاز تقني بلا شك، ولكن مش كل إنجاز تقني يعني بالضرورة إن كل لقطة بتخدم الدراما. في لحظات كتير ضخامة القصة بتخليك تعيش عزلة الرحلة، وفي لحظات تانية بقى بتحس إن الفيلم يطلب منك تنبهر بحجم المشهد أكتر من اهتمامه بالشخصيات اللي جواه. ودي واحدة من أهم ملاحظاتي على الفيلم، إن كل ما العالم بيكبر أحيانا الإنسان اللي جواه بيصغر أكتر وأكتر. المعارك والبحر والوحوش مبهرة جدا، ولكن التأثير العاطفي في بعض المشاهد أقل ضخامة من الصورة نفسها. ذا أوديسي هو أول فيلم روائي طويل يتصور بالكامل بكاميرات آي ماكس فيلم، وده احتاج تطوير نسخة جديدة أخف وأهدى علشان تسمح بتصوير الحوارات والمشاهد القريبة.
بعد ما كانت الكاميرات القديمة ضخمة جدا وصوتها بيمنع استخدامها بالشكل اللي نولان عايز يستخدمها فيه. نولان كان عايز يستخدمها في كل حاجة، المعارك، المناظر الطبيعية، الحوارات، وحتى اللقطات القريبة جدا، والنتيجة إن تفاصيل وجوه الممثلين بقت جزء كبير من التجربة البصرية نفسها. كل تجعيدة وكل نظرة وكل أثر تعب ظاهر بوضوح جدا. ولكن المفارقة بقى إن النسخة الكاملة بنسبة العرض الأصلية ما تتشافش إلا في عدد محدود جدا من قاعات آي ماكس 70 ملي. وده بيطرح سؤال مهم: هل من المنطقي إن مخرج يعمل فيلم بالطريقة المثالية دي ولكن لعدد قليل جدا من الشاشات؟ ولا ده جزء من فلسفته إن السينما تجربة لازم تتعاش بالطريقة اللي هو راسمها؟ بالنسبة لي الإجابة تجمع ما بين احترام كبير لفن السينما وقدر من الغرور الفني في الوقت نفسه. نولان بيتعامل مع ذا أوديسي وكأنه فيلم حرب أكتر من كونه ملحمة أسطورية. الإيقاع سريع والتوتر حاضر حتى في المشاهد الهادية، وده بيخلي 3 ساعات تمر من غير ملل. ولكن السرعة أحيانا بتمنع الشخصيات من إن هي تتنفس، لأن عظمة الأوديسا الأصلية مش في كثرة المغامرات فقط، ولكن في لحظات التردد والندم والخداع والحكايات اللي بتتقال جوه الحكايات. نولان اختصر جزء كبير جدا من المساحات دي لصالح الإيقاع، فالنتيجة فيلم أكثر إثارة ولكن أقل تأملا، وأقوى بصريا ولكن أقل تعقيدا نفسيا. هو فيلم عن رحلة أوديسيوس ولكنه مش دايما فيلم عن عقل أوديسيوس. اختيار مات ديمون كان موفق جدا، لأن هو قدر يجمع ما بين صورة القائد القوي والإنسان المرهق اللي كل اللي بيتمناه إنه يرجع بيته. ولكن أوديسيوس بقى في الملحمة الأصلية مش بطل بالقوة البدنية، ولكن قوته الحقيقية في الذكاء والخداع وسرعة التفكير. أحيانا الفيلم كان بيدفع الشخصية ناحية البطل التقليدي أكتر من البطل المخادع العبقري، ورغم كده أفضل لحظات مات ديمون مش أثناء القتال، ولكن في اللحظات اللي كان بيحسب فيها قراراته ومصمم. وهنا بقى كاميرات الاي ماكس خدمته جدا، لان هي قدرت تلقط ادق تعبيرات وشه وارهاق. نتكلم بقى عن بينولوبي مرات اوديسيوس. للحقيقه الدور ده اتقدم بكرامه وتقل كبير جدا، ولكن السيناريو ما اداهاش مساحه توازي اهميه الشخصيه في الملحمه الاصليه. بينولوبي مش مجرد زوجه منتظره، هي امراه بتحارب يوميا للحفاظ على بيتها ومملكتها بنفس الذكاء اللي اوديسيوس بيحارب بيه في البحر. كل ظهور ليها يخليك تحس انه في فيلم كامل عن السنوات اللي هي عاشتها لوحدها. ولكن الفيلم بيلمح بقى للرحله دي وبيرجع بسرعه لاوديسيوس. توم هالاند بقى قدم اداء جيد جدا، ولكن وجوده هيقسم الجمهور، لان في ناس كتير لسه شايفاه بيتر باركر، وده محتاج وقت كبير عشان يتجاوزه. اما الشخصيه نفسها فهي واحده من اهم شخصيات الفيلم، شاب بيحاول ان هو يبني هويته تحت ظل اب اسطوره لم يعرفه فعلا. الفيلم نجح في اظهار ارتباكه وغضبه، ولكن بعض الحوارات كانت حديثة أكتر من اللازم، لدرجة إن هي أحيانا بتكسر الإحساس بالعالم الإغريقي. المشكلة بالنسبة لي مش اللهجة الأمريكية، ولكن المشكلة إن بعض الجمل نفسها كانت بروح معاصرة جدا، فبتخرجك للحظة كده من أجواء الفيلم. روبرت باتنسون بقى بيثبت لنا مرة تانية إن هو قادر يصنع شخصية ليها تاريخ حتى لو ظهرت لدقايق معدودة. حضوره قوي ومختلف، وأحيانا بيخطف الانتباه من شخصيات أكبر منه. الموسيقى في الفيلم كانت ضخمة ومهيبة، وكأنها صوت الآلهة وهي بتراقب الرحلة. في مشاهد البحر والمعارك بتضيف توتر هائل، ولكنها بتقع أحيانا في نفس المشكلة الموجودة ببعض أفلام نولان، إن هي بتوديك كده للإحساس بعظمة كل لحظة، حتى المشاهد اللي كانت محتاجة هدوء ومساحة إنسانية، وده بيخلي الفيلم بعد فترة وكأنه في حالة ذروة مستمرة. من دلوقتي بقى هنبدأ نتكلم مع شوية حرق في الشخصيات والأحداث والنهاية ورسائل الفيلم. فلو لسه ما شفتش فيلم ذا أوديسي وقف الحلقة هنا وشوف الفيلم الأول وبعدين ارجع كمل معانا الحلقة. واحدة من أعظم نقاط قوة ملحمة هوميروس إن شخصية أوديسيوس شخصية معقدة. هو شجاع وذكي، ولكنه كمان مغرور وكذاب ومستعد يضحي بالآخرين علشان هو ينجو. والمهم إن معظم الكوارث اللي بيقابلها مش مجرد سوء حظ، ولكن نتيجة مباشرة لقراراته وغروره ورغبته المستمرة في إثبات إن هو الأذكى. الفيلم بيفهم الجانب ده كويس، ولكن في اللحظات الحاسمة بيحاول يبرره أكتر من اللازم، بيقدمه كده كقائد اضطر لاتخاذ قرارات قاسية. بينما بقى في الملحمة الأصلية تفضل طول الوقت تسأل نفسك، هل فعلا كان مضطر ولا هو اللي صنع الأزمة من البداية؟ وهل كانت هتخلي الشخصية أكثر جرأة وتعقيدا؟ نولان هنا بيقترب من المنطقة دي، ولكنه بيتراجع قبل ما يدفعها للنهاية. الحرب
لا تنتهي عندما يعود الجندي. أجمل فكرة في الفيلم إن حرب طروادة انتهت، ولكنها لم تنتهي داخل أوديسيوس. هو لسه بيفكر بعقلية القائد العسكري في كل موقف، مين العدو ومين اللي هضحي بيه وإيه الخطة. حتى وهو راجع بيته بيفضل يتصرف كقائد حرب أكتر من كونه زوج أو أب، وده أجمل تناقض في الفيلم. الراجل اللي حلم بالعودة 20 سنة لما وصل اكتشف إن الرجوع للبيت أسهل من الرجوع لنفسه. تقدر ترجع لنفس المكان، ولكن مستحيل تعرف ترجع لنفس الإنسان. من أكبر نقاط ضعف الفيلم بقى إنه ما خلاش بينولبي بنفس العمق اللي اداه لأوديسيوس، لأنها هي كمان عاشت أوديسا مختلفة. هو واجه البحر والوحوش، وهي واجهت الزمن والوحدة والضغوط السياسية، وحاولت تحمي بيتها وتحمي ابنها كل يوم. الفيلم أبدع في تصوير حجم الرحلة، وكان أقل نجاحا في تصوير ما حدث داخل نفوس الأبطال. الوحوش أكتر من مجرد وحوش في الأوديسا، الوحوش مش مجرد مخلوقات أسطورية. السيرينات رمز للإغراء، وكاليبسو تمثل الهروب من الزمن والمسؤولية، والسايكلوب اختبار لغرور أوديسيوس قبل ما يكون خصم جسدي. الفيلم قدم المواجهات دي بصورة مبهرة ومخيفة في نفس الوقت، ولكن اهتمامه الأكبر كان كيف سينجو أوديسيوس، وليس ماذا كشفت هذه المواجهة عن شخصيته. وده الفرق بين فيلم المغامرة وأسطورة تعيش آلاف السنين. الغريب بقى إن نولان، والمعروف بالسرد المعقد، اختار هنا بناء أكثر مباشرة، رغم إن الأوديسا نفسها بتسمح بلعب زمني أكبر. ممكن يكون القرار هدفه تسهيل الفيلم على الجمهور، ولكن أحيانا تحس إن هو خفف التعقيد النفسي واحتفظ فقط بالتعقيد البصري. الصورة أكبر من الإنسان، دي بالنسبة لي أكبر مشكلة في الفيلم. هتخرج فاكر لقطات البحر والسفن والوحوش والمعارك، ولكن مش هتفتكر بنفس القوة إحساس أوديسيوس. الفيلم بيحاول يكون ملحمة بصرية، فيلم أكشن واقتباس أدبي ودراما إنسانية في الوقت نفسه، ولكن لما بيضطر يختار غالبا بيختار الصورة الأكبر والصوت الأعلى والمشهد الأضخم، وده بيخليه تجربة سينمائية مبهرة جدا، ولكن أقل تأثيرا إنسانيا. طيب، هل الفيلم طويل؟ رغم إن مدته تقريبا 3 ساعات، ولكن إيقاعه سريع ونادرا ما هتحس بالملل. ولكن المشكلة بقى في توزيع الوقت نفسه. بعض المغامرات المهمة بتمر بسرعة جدا، وشخصيات كبيرة بتظهر أقل من المتوقع، بينما بيحصل استعراض بصري في مساحة أطول. فالمشكلة مش الطول، المشكلة إن الملحمة أكبر من الزمن المتاح ليها. وهنا بقى يجي السؤال، هل فيلم ذا أوديسي هو أفضل فيلم في مسيرة نولان؟ بالنسبة لي لا، ذا أوديسي مش أقوى أفلام نولان على المستوى الإنساني، هو أكثر تأثيرا عاطفيا، أكثر إحكاما، أكثر جرأة في البناء، وأقوى في صراع الشخصيات، وكمان أكثر تعقيدا في تقديم البطل. ولكن في المقابل ذا أوديسي قد يكون أضخم أفلام نولان وأكثرها طموحا من الناحية التقنية، وفيلم بيثبت لنا مرة أخرى إن اسم كريستوفر نولان لوحده بقى قادر يخرج الجمهور من بيته علشان يشوف فيلم في السينما، وده يعتبر انتصار للسينما نفسها حتى لو اختلفت مع الفيلم، لأن ملايين الناس راحت تشوف ملحمة إغريقية عمرها آلاف السنين، مش فيلم أبطال خارقين ولا جزء جديد من سلسلة ناجحة، وده في حد ذاته إنجاز كبير جدا. ولو حبينا بقى نقيم الفيلم ككل، أنا هديله 9 من 10. وفي النهاية فيلم ذا أوديسي فيلم عظيم سينمائيا، ملحمة بصرية مذهلة، إنجاز تقني حقيقي، ولكنه تحت كل هذا الحد يخفي نسخة أكثر هدوءا وإنسانية كان من الممكن إنها تكون أكثر تأثيرا. وده مش معناه خالص إن اختيار كريستوفر نولان كان غلط، ولكنه اختار الإبهار البصري على حساب العمق النفسي. ولو دخلت الفيلم متوقع أعظم معالجة ممكنة لهوميروس، هتخرج منبهر ولكن أقل تأثيرا مما شعرت به. وفي النهاية أوديسيوس قضى سنوات يحاول يرجع لبيته، والسؤال هنا مش إنه رجع ولا مرجعش، السؤال هنا مين اللي رجع؟ هل عاد نفس الزوج والأب اللي خرج من 20 سنة للحرب، ولا الحرب والبحر والسنوات صنعوا إنسان مختلف؟ ودلوقتي يجي دوركم، اكتبوا لي بقى في التعليقات، هل فيلم ذا أوديسي تحفة جديدة في مسيرة نولان، ولا هو انشغل بالإبهار البصري والآي ماكس أكتر من روح ملحمة هوميروس؟ ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وزي ما دايما بنقول، الحكايات كتير لكن سقراط بس هو اللي عنده الحكاية الصح.